السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا النهاردة هنعمل مع حضراتكم القرصة الصفراء أو المحوجة أو اللقمة الصفراء. إن شاء الله هنعملها بطريقة سهلة وبدون أي أسرار، لأن هي ما فيهاش أسرار. أي حد مبتدئ إن شاء الله هيعملها بالطريقة دي هتبقى ناجحة معاه من أول مرة، مع كوباية شاي كده بحليب أو كوباية شاي أو كوباية قهوة، بتبقى حاجة عظمة. بتمنى تعملوها بطريقتي، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. احنا النهارده هنشتغل مع حضراتكم على نص كيلو من الدقيق، هنضيف عليه رشة بسيطة من الملح، وهنبتدي بقى نضيف كل المكونات الجافة. 3 معالق كبار من السمسم، معلقة ونص من حبة البركة وممكن تقلليها كمان لمعلقة، و3 معالق من جوز الهند المبشور. احنا بنحبه، ممكن حضرتك تستغني عنه او تقلليه، بس هو 3 معالق كان كويس جدا علشان احنا بنحب جوز الهند فيه. وحضرتك بقى هنا بتروحي للعطار بتقولي له انا عايزه قرطاس التحويجه او قرطاس المحوجه او تحويجه القرصه الصفراء، وتقولي له الكميه اللي حضرتك هتعمليها وبيديكي حسب الكميه اللي هتعمليها. وهنزل هنا بكوبايه الا ربع من السكر البودر ومعلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف. هنقلب المكونات الجافه كلها مع بعض، وهنبتدي بقى ننزل بالمكونات السائله. هنا بقى معانا كوبايه بالظبط من الزيت على السمن. ما ينفعش يا بنات زيت صافي وما ينفعش سمن صافي، احنا بنسخنها او بندفيها على النار، ما بنخليهاش توصل لمرحله الغليان، يعني بتدفى كده وننزل بيها. ليه الميكس ده؟ الميكس ده بيدي الزيت بيحافظ على عمر القرصه، والسمن بيدي طعم كده وتست حلو قوي للقرصه. هنبتدي بقى هنا نفرك كده ونبث في العجينه كاننا بنبث عجينه الكحك. هتبقى هي عامله، بصوا حضراتكم، هي ما بتمسكش، هي بتبقى عامله زي الرمل المندي كده، بس لما تيجي تمسكي القرصه في ايد حضرتك او تمسكي العجينه بتتلم معاكي. اخر حاجه بقى هننزل بربع كوبايه، وما تزوديش عن ربع كوبايه من العسل الاسود. هنبتدي كده نلم بيها ونعجن بيها كمان كويس، وبرده هتبقى يعني ما تبالغيش خالص في اللي انا بقوله ده، هتلمي كده العجينه بسرعه. حضرتك هتكوني محضره صاج او صينيه مقاس 30 في 40، وهنبتدي كده ننزل بالقرصه بتاعتنا، ولو في اي تكتلات عند حضرتك فيها حضرتك تشيليها بايدك وتفرديها. بس هنا لو حضرتك هتحطي اي نوع مكسرات او سمسم، ما تضغطيش في الاول، حطي الحاجه، حطي السمسم. انا حطيت سمسم وحبه البركه، وابتديت بقى هنا الضغط. اهم حاجه حضرتك تضغطي بايدك، وبالاخص الاحرف بتاعه الصواني او الصاج، اضغطي بيها كويس جدا بايدك. وبعد كده بقى بالنشابه اكبسي بيها بقى الصينيه، حضرتك رايح جاي كده وظبطيها وظبطي الجوانب، وتبقى الصينيه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. حضرتك هنا بقى مرحله التقطيع، حضرتك هتقطعي بالطريقه اللي تناسبك وتحبيها. ولو في اي فرفته وحضرتك بتقطعيها ولا يهمك، هتعيدي عليها تاني بالنشابه. اهم حاجه انها تبقى مكبوسه كويس، وتقطعيها وهتدخليها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200، بتقعد نص ساعه، مش اكتر من نص ساعه. هتخرج بالوضع اللي حضرتك شايفاه ده. اول ما تخرج من الفرن حضرتك هتعيدي عليها تقطيع تاني، تقطيع بس ما تجيش جنب الصينيه، وحضرتك هتسيبيها تبرد تماما. وبعد كده حضرتك هتبتدي تقطعيها. انا نسيت اقول لحضراتكم ان الصينيه طبعا بندهنها دهنه من الزيت او السمن قبل ما نحط القرصه فيها. بصوا ما شاء الله تبارك الله، ايه رأيكم بقى في شكلها؟ ومش عايزة اقول لكم ريحتها كانت قلب البيت ازاي، ولا طعمها، ولا القرمشة، ولا الذوبان. نفسي تجربوها بالطريقة دي، بتمنى تجربوها بطريقتي. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.